السلام عليكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. اهلا بيكم في قناتي بنت العمده ام يوسف. عايزين النهارده نعمل محشي ورق العنب. زي ما انتم شايفين بتجيب ورق العنب ربطات صغيره زي ما انت شايفه، بتقطعي العروش اللي فيها دي او العروق اللي فيها دي، وبعدين ترصيهم كده متساويين فوق بعض، وبعدين تحطي على البوتاجاز ميه تغلي وتحطي فيها معلقه كمون ومعلقه ملح. بعد الميه ما تغلي بالشكل اللي انت شايفاه ده، تنزلي فيها بورق العنب بردي وهو مرصوص فوق بعضه، ما تنكشهمش وهم معدولين كده، رصيهم جنب بعض عشان ما يتقطعوش. تمام، زي ما انت شايفه كده بالماسك كده، امسكيهم وحطيهم في الميه اللي بتغلي عشان ايدك ما تتلسعش ولا تتحرقي ولا حاجه. وحطي جنبهم شويه تاني بردك عشان ايه؟ ما يعوموش في الحله اللي انت حطاها. هتغلي عليهم الميه غلوتين او 3، تلاقي لونهم اتغير بالشكل ده، تروحي قلباهم على الناحيه التانية برضو 5 دقايق تاني، تروحي شايلاهم وتروحي مطلعاهم من على النار. شوفي مجرد ما المية تغلي عليها لونها بيتغير ازاي. طلعيهم يبردوا في مصفى او في صينية واسعة وتسيبيهم يتهووا كده، وبعدين تجيبي بصل تقطعيه وتحطي ملح وفلفل وشوية شطة ومعلقة كمون وشوية سمنة او زيت عليها وحتة قرن فلفل حامي، وتقلبيهم على البوتاجاز زي ما انت شايفة كده، تشوحيهم لحد ما ياخدوا لون، وبعدين تصبي عليهم الطماطم المعصورة أو الطماطم اللي ضربها في الخلاط، وبعدين الخضرة اللي انت عاملاها وتسبكيهم، وبعدين تغسلي الرز وتنزليه عليهم. وزي ما انت شايفة كده تلفي صوابع المحشي ورق العنب زي ما انت شايفة كده، وبألف هنا وشفا، وتسويه على البوتاجاز. السلام عليكم.